في زوايا هذا الوطن هناك قصة طفلة صغيرة تدعى جنات، طفلة لم تبلغ العاشرة بعد. كانت تستحق أن تعيش وتضحك وتحلم، لكنها سحبت من دفء هذا العالم إلى ظلام لا يطاق. تعرضت لاعتداء وحشي دمر براءتها، لكن الألم لم يتوقف عند هذا الحد. فالقضاء الذي يفترض أن يحميها قرر أن يكتفي ب15 سنة سجنا لجريمة لا تغتفر، جريمة حطمت حياة طفلة إلى الأبد. جنات اغتصبت مرتين، مرة على يد الجاني ومرة على يد قضاء تخلى عن إنسانيته. أي وطن هذا الذي يربت على كتف المجرم ويطلب من الأب أن يبتلع دموع ابنته؟ أصبحنا أمة لم تعد تبكي لأجل أطفالها، بل تصفق لمن يطعنهم ثم تسأل لماذا الخراب. لكننا لن نصمت ولن ننسى، والعدالة يجب أن تستعاد، والدمع يجب أن يسمع ولو بعد حين.